تمهيدا لبدء التصويت النهائي على المواد في جلسة علانية عقب عقد اجتماع مشترك بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين. كما نفى سلماوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم صدور مسودة أولية للدستور، متوقعا أن يحظى الدستور بموافقة شعبية تزيد على النسبة التي حصل عليها الدستور المعطل من خلال أصوات الملايين التي خرجت في 30 من يونيو مطالبة بالتغيير وإسقاط النظام. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري إلى مجلس الشورى أحمد وجيه، حيث تنعقد جلسات لجنة ال50. أحمد، متى يبدأ التصويت النهائي؟ وقد كان متوقعا أن يبدأ على الأكثر منتصف الأسبوع الجاري. لابد أن نشير أولا جورج أننا انفردنا من قبل وتحديدا يوم الأربعاء الماضي بأن عملية التصويت النهائي على الدستور قد تستغرق وقتا أو قد يطول الأمد فيها نسبيا، حيث أن البعض ردد أن التصويت النهائي سوف يبدأ يوم السبت، وصححنا ذلك الخطأ الشائع الذي تناقلته وسائل الإعلام، وقلنا أن التصويت الأولي أو عملية بدء إجراءات التصويت لا تعني أن يبدأ التصويت النهائي يوم السبت الذي هو اليوم، ولكن سوف يتم معرفة كيفية إتمام عملية التصويت. وأيضا قلنا أن التصويت النهائي لا يعني أن الوقت مرشح بالنسبة للجنة ال50 أن يمتد قليلا لتبدأ عملية التصويت يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، ولكن خرج علينا اليوم الأستاذ محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة ال50 ليقول أن ما زلنا إلى حتى هذه اللحظة نناقش في ديباجة الدستور، وكما أوضحنا من قبل أن ديباجة الدستور عليها بعض التحفظات من حزب النور تحديدا. حزب النور لا يريد إدراج لفظ مدنية الدولة في الديباجة، بينما يرى كثيرون داخل اللجنة أنه لابد من النص على مدنية الدولة حتى لا نقع في الخلط الذي وقعنا فيه قبل 30. نعم أحمد، ولكن هل تم التوافق على أي مادة من المواد ال20 التي لم تحصل على نسبة 75%؟ هي مادة وحيدة التي تم التوافق عليها حتى الآن، وهي المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية أو بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهي تتعلق بإعطائه الحق في اختيار رئيس مجلس الوزراء على أن يعرض برنامجه على البرلمان القادم، وإذا لم يوافق البرلمان فعلى الأكثرية أن ترشح رئيس وزراء آخر، فإذا حصل على موافقة البرلمان كان بها، وإذا لم تحصل على موافقة البرلمان يعتبر البرلمان منحلا. يعتبر هذه هي المادة الوحيدة من ال20 مادة التي لم يتم التوافق عليها، وللإشارة فقط فال20 مادة تتضمن نسبة التمييز الإيجابي سواء للعمال والفلاحين أو للمرأة أو للشباب أو للأقباط حسبما توصل إليه، بالإضافة إلى المواد الأخرى المتعلقة بالهيئات القضائية. شكرا أحمد وجيه، موفد التلفزيون المصري إلى مجلس الشورى.